قصة سنوحي أو قصة صانيت. وصانيت يعني ابن شجرة الجميز. سنوحي كان قائد في جيش الملك إمنمحيت الأول، وإمنمحيت الأول من الدولة الوسطى. هرب سنوحي لما عرف إن إمنمحيت الأول مات، وإن هيحكم مكانه سنوسرت، وسنوسرت بيعتبر من ألد أعداء سنوحي. فضل مسافر وبيتنقل من مكان لمكان لحد ما وصل فلسطين، وقعد عند أحد شيوخ البدو هناك، وزوجه كبرى بناته، وأعطى ليه أرض. ولكن ملأ قلوب جيرانه حقد وغيرة، فطلب فتى من جيرانه النزال. والتقى الخصمان، فأطلق سنوحي سهمه واستقر في عنق منافسه، وقضى عليه تماما. عاش سنوحي في الصحراء عزيزا مكرما لحد ما كبر في السن، وحب ان هو يرجع بلده تاني، ودأب على ان يختم صلواته طالبا من ربه ان هو يدفن في ارضه اللي اتولد فيها. ولما وصل اخبار سنوحي لفرعون مصر، اصدر امر بالعفو عنه والسماح ليه بالعودة للوطن، وعينه في بلاطه